مرحبا أحبتي من جديد، لايف جديد جمع طارق اسمه نصيب وإسراء الأسد الحقيقي، حيث تسأله إسراء إن كان مرتبطا وهل حبيبته عربية أم أجنبية، ويتحدثان أيضا عن قسمه نصيب الجزء الرابع، فهل سيذهب للمشاركة؟ طارق أوضح أنه لن يشارك إذا كان الأمر يتعلق بالحب، لكنه سيشارك بالتأكيد إذا كان الموضوع تحديات وترفيه. شاهدوا الفيديو ونلتقي في التعليقات وفي فيديو جديد. والله عايزة بس مش لاقية اللي يشجعني، مش هسافر لوحدي أنا. يا دكتورة والله لازم تجي، يعني هلا بلش الطقس حلو، يعني هلا بلش الصيف. يلا إن شاء الله على سيزون 4. لو كلموك للسيزون الجديد تروح؟ والله إذا حب وغرام ما بروح، يعني خلص ماني ناوي أروح حب وغرام، بس إذا هيك تحديات، شي فكرة جديدة، قصة جديدة، بروح يعني عادي. يا ليه كل الناس بتقول إذا حب وغرام مش هروح؟ خلص بطل في حب الدنيا؟ لك لا، يعني هلا في محلات أحلى تلاقي فيها حب، عرفتي؟ يعني مش لاقيين بالدنيا، هنلاقي فين؟ والله أنا لقيت، يعني في ممكن تلاقيه، يعني بيجي لعندك يعني. أنت مرتبط؟ يعني فيني أقول مرتبط. لك غيون يعني مبروك. لك خليلي علمك يا إسراء. يعني احكي لنا، يلا احكي لنا كيف اتعرفتوا؟ عندها كم سنة؟ متجوزة ولا مش قصدي يعني؟ احكي لنا. لوقتها لما تشوفوا الدبلة بحكي لكم. طيب عربية ولا أجنبية؟ لا عربية. كاتبين في الكومنت يا خسارة الكراش بتاعهم راح. راح الكراش، اختفى، سحبوه النمل. بداية العيد يلا. تعرفيني إسراء والأعياد. ايه السكور ده؟ ايه السكور ده؟ شو شعورك بعد ما خلص الريل لايون؟ قاعدة اكل خضار طول الوقت. استنى. ده فجل؟ عم تاكلي فجل؟ طماطم وخيار وجزر وخس وجرجير. والله برافو. بتعرفي انا بحب هدول كتير، الخضرة اكتر من الفواكه. انا كمان مش بحب الفواكه او الخضار اكتر، بس والله غصب عني بقيت اللي هو هتتخني، حرام عليك اللي انت بتعمليه، باكل شاورما وبيتزا بالليل، فبقيت اكل خضار. والله انا بعد هذا اسمه نصيب كمان، كل برنامجي الغذائي صار يبكي بالزاوية مسكين. كل يوم من برا، كل يوم كذا، وقتك مخربط، ايامك كلها مشغولة، فبتاكلي اي شيء. مزبوط، دي حقيقة. يعني لازم نرجع للنظام القديم. اشتقت له. يلا جولتين عشان تحكمني. انا متحمسة انك تحكمني. طب خلينا نجيب حدا اذا بدك. يلا بينا. انا ما عندي حدا، كلهم مسكرين او بيلعبوا. ما شاء الله عليهم، ما شاء الله الكل في الجولات. شكرا من القلب لكل من دعم الفيديو.